كابتن محمود الخطيب خد الفيزا قولا واحدا. خلاص. في حاجه كده انت بتقدم على الاونلاين، بتقدم اونلاين وبعد كده اونلاين بيتوافق عليك اداريا او بتترفض اداريا، وبعد كده ممكن يجي لك موافقه بعد كده. كلام من هذا القبيل حصل اساسا مع النجوم في كره القدم ونجوم في الغنى وكده وبتاع، دي قصه. خلاص. لكن قولا واحدا قولا واحدا كابتن محمود الخطيب حصل على فيزا امريكا يوم 27/4 وتنتهي 20/30 22/4. طيب هنا الاهم بقى اللي انا بنفرد بيه، وهنزل لكم الصوره. ما ينفعش طبعا احط رقم الحجز ورقم المعرفش ايه وكده، عشان دي حاجات خاصه بالطيران يعني. خلاص. كابتن محمود الخطيب حجز. انتوا عارفين النادي الاهلي سافر ازاي؟ النادي الاهلي سافر من مصر على الامارات عن طريق الاميريتس ايرلاين، الطيران الاماراتي. سافروا بعثه النادي الاهلي يوم 4/6. يوم 4/6 سافرت، حتى زيزو بعد كده لحقهم. سافروا من مصر على الامارات، قعدوا ترانزيت، وسافروا من الامارات على الطيران الاماراتي دايركت على ميامي او دايركت على امريكا وخلاص يعني. اوكي. ووصلوا امريكا. طيب كابتن محمود الخطيب كان موجود معاهم في البعثه، كان موجود على طيران الامارات، يعني كان هيسافر من هنا على دبي ومع البعثه. طيب اللي بنفرد بيه كمان ان كان في 6 فقط فيرست كلاس. على فكره التذكره تتخطى الفيرست كلاس على الطيران الاماراتي لامريكا، اللي هي بتروح من هنا لدبي ومن دبي ترانزيت لامريكا دايركت، دي تتخطى ال 200,000 جنيه، يعني فوق ال 175,000 جنيه. خلاص. هقول لكم الاسامي بالترتيب. الاستاذ محمد الغزاوي كان رقم 1 في الفيرست كلاس على طيران الامارات اللي مسافر امريكا لكاس العالم للانديه. كان نمره 1 محمد الغزاوي، الاستاذ محمد الغزاوي. نمره 2 كابتن محمود الخطيب. نمره 3 عشان اتذكر كان في خالد مرتجي، طارق انديل، ريبيرو المدير الفني، ويوسف محمد. هتلاقوا مكتوب يوسف محمد، هو محمد يوسف. هم بيكتبوا اسامي تقريبا الاب الاول وكده، وبعد كده هتلاقوا اسامي كل اللعيبه بقى ورا بعض، امام عاشور، وهتلاقي اسامي غريبه مش متعودين عليها، اسامي تانية غير اللعيبه مشهوره بيها يعني هتلاقي، بس هتلاقوا الاسم يعني. وبالتالي كابتن محمود الخطيب كان حاجز سفر لامريكا يوم 4/6 ودفع ثمن التذكره اللي هي بتتخطى 175,000 جنيه اقل حاجه فيرست كلاس على الطيران الاماراتي ترانزيت من مصر لدبي ومن دبي لامريكا. ثم فجاه كابتن محمود الخطيب لغى الحجز، هو الوحيد اللي لغى التذكره. الغاء التذكره دي على حسب بقى نوع التذكره بتاعك، يعني ممكن التذكره بتاعتك لا تقبل ريفاوند، يعني ما ينفعش ترجعها فتخسر ال 175,000 ال 200,000 جنيه، او ممكن بيرجع لك جزء منها 50% منها. لكن انت طالما حاجزها من بدري ولغيتها على حسب نوع التذكره بيرجع لك الفلوس بتاعتها او ما يرجعهاش خالص. لكن قولا واحدا كابتن محمود الخطيب كان حاجز في طيران الامارات واسمه موجود تاني اسم في الفيرست كلاس بعد الاستاذ محمد الغزاوي، وبعديه الاستاذ خالد مرتجي، بقول لكم وبعد كده الاستاذ طارق انديل، وبعد كده ريبير، وبعد كده كابتن محمد يوسف. وهتلاقوا هحط لكم الصوره دلوقتي، هتلاقوا دول 6 فقط. البتاع كده بيضه شويه، وبعد كده الاسامي اللعيبه هتلاقيها مضلمه سنه كده، الخلفيه بتاعت الاسم مضلمه سنه. 6 فقط هم اللي كانوا طالعين فيرست كلاس، كلهم سافروا ما عدا كابتن محمود الخطيب تراجع ورجع التذكره او لغى سفره لامريكا. ده قولا واحدا، وهنزل لكم الصوره بعد شويه. على فكره هنا السؤال يا جماعه، انا ما بدافعش عن كابتن محمود الخطيب، انا ما بدافعش عن كابتن مدحت شلبي، انا ما بدافعش عن حد. انا دوري كاعلامي ان انا اوصل المعلومه الحقيقيه واقول الحق في اي معلومه توصل لي. فقولا واحدا انا ما اقوله مسؤول عنه، وكل كلمه انا بقولها صحيحه 1000000% والحمد لله. وهنزل لكم كمان دلوقتي صوره الطيران، حجز الطيران الاسامي بالظبط، والفيرست كلاس هتلاقوها ال6 الاوائل اللي كانوا مسافرين بالترتيب، وكان من ضمنهم كابتن محمود الخطيب اللي بعد كده لغى سفره لامريكا. يلا الى اللقاء، وهنزل لكم حالا دلوقتي الصوره فوق بتاعه سفر للامارات. باي باي.